خلصت تانية ثانوي وداخل على تالتة، اسمع بس الكلمتين دول، لان ديت ممكن تكون اهم فترة في رحلتك مع الانجليزي. تخيل في ناس او طلاب يعني بيدخلوا تالتة ثانوي وعندهم مشاكل في اساسيات اللغة، عندهم مشاكل في القواعد الفوكابيولاري اللي هي المفردات، عندهم مشاكل في تكوين جمل بسيطة جدا، في فهم النصوص. فبالتالي بيلاقوا المنهج صعب جدا عليهم وبيحتاج مجهود كبير جدا. ولكن تخيل لما انت تستغل الاجازة ديت صح وتبني اساس قوي فيها، فتيجي تدخل ثالثة ثانوي فتلاقي المنهج اسهل بكتير جدا عليك، والمذاكرة بقت اسهل واسرع بكتير جدا. وخد بالك انا بقولك اسهل وبقولك اسرع، مش هتكون سريعة ولا هتكون اللي هي اسهل حاجة، لا ممكن تحتاج مجهود برضه، ولكن هيكون اقل بكتير جدا من انك يكون ما عندكش اي اساس. الكورس ده معمول للي عايزين يستغلوا الاجازة صح، للي عايزين المنهج يكون اسهل عليهم بكتير جدا بتاع تالتة ثانوي، المذاكرة تكون اريح بكتير جدا عليهم، لان احنا هنشتغل على السبيكينج، الريدنج، الليسننج، الرايتنج. هنشتغل بإذن الله عز وجل على كل مهارات اللغة، يعني هنبني اللغة واحدة واحدة ستيب باي ستيب، لغاية بإذن الله عز وجل تكون عندك أساس قوي تدخل بيه تالتة ثانوي، يسهل عليك كتير جدا المذاكرة، يسهل عليك جدا الباراجرافز بتاع تالتة ثانوي، الفهم ذات نفسه بتاع اللغة يكون أسهل بكتير عليك جدا بإذن الله عز وجل. علشان كده عايزك دلوقتي تبعت كلمة انجليش او انجليزي في الكومنتات، وهنرد عليك بإذن الله عز وجل عشان نقولك على التفاصيل وتحجز مكانك. خد بالك بقى اهم حاجة، البداية قرار. السلام عليكم.